السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة جديدة من لحظة طمأنينة. بعد ما عرفنا باب ربنا عمره ما بيتقفل، يمكن يجي في بالك سؤال: هو ليه ربنا أمرنا نستغفر كتير؟ هل الاستغفار بس عشان الذنوب ولا في أسرار تانية إحنا مش واخدين بالنا منها؟ كتير مننا ممكن لما يضيق رزقه يدور على سبب، ولما يتأخر الفرج يدور على حل، ولما يحس إن حياته واقفة يجرب كل حاجة. لكن ربنا بنفسه دلنا على مفتاح عجيب. قال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تأمل، ربنا ربط الاستغفار بالرزق والمطر والأولاد والخير وكل حاجة حلوة. الاستغفار مش مجرد كلمة بعد الذنب، الاستغفار أسلوب حياة. ومن أجمل المواقف إن رجل جاء للحسن البصري وقال: الأرض جفت، فقال له: استغفر الله. وجاء آخر يشكو الفقر، قال له: استغفر الله. وجاء ثالث يشكو أنه لم يرزق بأولاد، فقال له: استغفر الله. فتعجب الناس، كل واحد بيشتكي حاجة مختلفة وانت بتقول نفس الإجابة. فقرأ عليهم آيات سورة نوح اللي احنا لسه قايلينها، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قالها. لكن خد بالك، الاستغفار مش تعويذة ولا كلمة سحرية. الاستغفار رجوع وانكسار وتذلل بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. قلب بيعترف: يا رب أنا محتاجك، أنا غلطت ومقصر وبستغفر. ومن القصص الجميلة قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان أحيانا تقف قدامه مسألة علمية وتصعب عليه قوي، فيقول: كنت أخرج وأكثر من الاستغفار 100 مرة أو 1000 مرة حتى يفتح الله علي. تخيل، العلم كان بيطلبه بالاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تأمل، من كل هم ومن كل ضيق ورزق من حيث لا تحتسب ولا تتوقع. لكن يمكن حد يسمع الكلام ده ويقول: ما أنا بستغفر ومفيش حاجة اتغيرت. وهنا لازم نفتكر إن ربنا وعده حق ووعده بالخير، لكن هو اللي يختار إمتى وكيف وبأي صورة. يمكن يرزقك مال، ممكن يرزقك سكينة، ممكن يفتح لك باب تاني غير اللي انت محتاج، يمكن يصرف عنك بلاء انت اصلا ما تعرفوش ومش متوقعه. وربنا قال سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني الاستغفار امان ورحمة وحماية من العذاب. واسأل نفسك، آخر مرة قلت فيها بقلبك استغفر الله كنت مستحضر معناها ولا مجرد كلمة بتجري على لسانك: استغفر الله استغفر الله؟ الاستغفار الحقيقي إن قلبك يحس إنه راجع لربنا سبحانه وتعالى كل مرة، حتى لو وقع 1000 مرة. غمض عينك وافتكر هم بقاله معاك كتير، يمكن سنين، وقبل ما تدور على أي حل جرب تطرق باب ربنا سبحانه وتعالى وقولها من قلبك، مش مرة ولا 10، لكن تخيلها رفيقة يومك بحاله. يمكن يكون باب الفرج بدأ بكلمة واحدة بس: استغفر الله من قلبك بجد. استغفر من قلبك يومها كتير. دعاء وأمن ورايا: اللهم اجعل الاستغفار ربيع قلوبنا ونور صدورنا وسبب لمغفرة ذنوبنا وسعة أرزاقنا وفرج همومنا. اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أذنبوا استغفروك، وإذا استغفروك غفرت لهم، وإذا رجعوا إليك قبلتهم.
اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا بالاستغفار أبواب رحمتك وبركاتك وفضلك، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارزقنا قلوب لا تمل من ذكرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا ألسنة لا تفتر عن الاستغفار ولا عن ذكرك، ونفوسا تلقاك وأنت راض عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل ما تقفل، قول من قلبك: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، واكتبها في التعليقات. يمكن تكون بداية فرج ليك، أو سبب يذكر غيرك بباب لا يغلق أبدا. وابعتها لحد محتاج يسمعها عنده هم كبير. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من لحظة طمأنينة، وصلي على اللي هيشفع لك. وشكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.